السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد. بس طبعا بقى متنسوش بقى تحطوا لي لايك كده، ولسه اول مره بيشوفنا ما اشتركش ينزل يشترك معانا في القناه ويفعل زرار الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. صباح بقى اللانش بوكس كده، طبعا قايمين نفتح عينينا على اللانش بوكس. حضرت كده الحاجات اللي انا هحطها حشوه في السندوتشات. النهارده انا هعمل لهم بيض، وهعمل لهم جبنه وجبنه رومي وكده، وبرده مش عارفه، لا مش هعمل نوتيلا. الدلع النهارده مش هيبقى في السندوتشات، الدلع في الحاجات بقى التانية اللي احطها لهم بقى ايه في اللانش بوكس يعني. المهم عملت لهم كده، هي بضايه واحده يعني. لان انا عندي ايه، عندي حاجات حمزه بيحبها بيري ما بتحبهاش، حاجات عمر حاجات بيري ما بتحبها حمزه ما بيحبهاش، وهكذا يعني. المهم كنت عايزه اقول لكم بقى على الفينو ده هنا بقى يا جماعه. فتحت فرنة جامدة، الفينو بتاعها حلو قوي قوي. طبعا الكلام ده بقى لحبايبي المتابعين اللي هنا معايا في المدينة. فرنة عند مول الدكتور، حلو قوي الفينو بتاعها جميل. بس ده فينو بسمسم. عايزة اقول لكم ان هو الفينو العادي السبعة بعشرة، والتلاتاشر بعشرين. هتقولي لي ازاي؟ اقول لكم معرفش، المفروض الاربعتاشر بعشرين، لا ال13 ب20. بس تشتري السبعة ب10 عادي. مش عارفة بيحسبوها ازاي او ايه وجهة نظرهم. بس ايه، بس يلا مش مشكلة، الفينو بتاعهم حلو كده وليه قلب وجميل. عايزة اقول لكم بقى ان ده فينو بسمسم، بيبيعوه ال5 ب10. طبعا انا ما لقيتش العادي، طبعا انا الاوفر لي ان انا هجيب العادي. العادي السبعة ب10، هو نفس الرغيف، نفس القلب، نفس الحجم، نفس كل حاجة. الفرق حبة السمسم اللي بره، اللي انا عيالي اصلا بيقشروهم ويرموهم. حبة السمسم دول عيالي مش بيحبوا الفينو بسمسم، بيحبوا الفينو عادي اكتر يعني. فباجيب انا بقى ال5 ب10 كده يعني، بجيب ب20 بيديني 10 رغيف. طبعا مفيش وفر طبعا. فطبعا انما لو العادي هيديني المفروض 13 او 14 على حسب بقى هما بيحسبوها. فطبعا برضو ايه، اوفر، قولي مثلا كده اوفرت 10 جنيه كمان. بس ان ده ما كانش هو يعني، هو ده اللي موجود فجبته. ده عايزه اقول لكم الفرنه دي عند مول الدكتور، بصراحه الفينو بتاعها حلو قوي. وكمان جنبيها كده لبان، بتاع لبن يعني وجبن وحاجات زي كده. جبنا منه طبق الجبنه ده، قلنا نجربها. بصراحه ما عجبتناش قوي يعني. المفروض انها جبنه بالبسطرمه، هي لا فيها طعم الجبنه ولا فيها طعم البسطرمه بصراحه. يعني عايزه اقول لكم انها ما عجبتش العيال خالص. بس قلت خلاص هنخلصوها وهرجع اجيب لكم رودس تاني. بصراحه رودس تحفه، رودس روعه، رودس بتدي طعم للسندوتش حلو، مع ان دي المفروض جبنه طبيعيه. بس طعمها ما كانش حلو، لا طعم البسطرمه قوي فيها ولا باين فيها، ولا طعم الجبنه كمان حلو فيها. وجبت لهم كمان طبق تاني اللي هي الجبنه المزبده، بس دي حلوه بصراحه انا بحبها. وحمزه ابني بيحبها، بيري هي اللي ايه ما حبتهاش. بس هي حلوة يعني، شغالة يعني. وجبنا كمان طبق رومي، كل طبق ده كان ب35 جنيه على فكرة. وجبنا لهم كمان طبق رومي عشان حمزة بيحب الرومي، بيري ملهاش في الرومي يعني. بيري بتحب البيض، فزودت البيري سندوتشات البيض. حمزة بيحب الرومي اكتر، زودت له سندوتشات الرومي وكده يعني. وجبنا طبعا كوز اللانشون الجميل ده، طعمه حلو قوي بصراحة يعني، نفعني جدا جدا. اللانشون ده عادي بصراحة، بحط لهم بيه على السندوتشات على الجبنة. بعمل بيه البيتزا. كده يعني. لو طبعا متوفر حلواني بنجيب حلواني، يعني مين ما يحبش الحلواني. بس بصراحة يعني ايه، ده هو اللي احنا جبناه ده يعني، بيقعد معايا اكتر وبيدي كمية اكتر. فجبت لهم ايه، الكوز ده كده. بس هو برضو عندنا انا حاسه ان هو غالي يعني. الكوز اللانشون ده ب35 جنيه تقريبا. انتوا ممكن تجيبوه من اماكن تانية ارخص من كده. فانا برضو ان شاء الله لما اروح عند ماما هسأل عليه هناك عند ماما، وهحاول اجيبه من هناك. هناك ناس بيبيعوا الحاجات دي كتير يعني، فابقى اشوف برضو ايه السعر بتاعه كام. بس مش مهم يعني، جبنا واحد برضو عشان نمشي ايه الدنيا بيه. وعملت لهم بقى كده ايه اللانش بوكس او السندوتشات بتاعتهم. هبدأ بقى ان انا احط لهم السندوتشات في اللانش بوكس بتاعهم يعني. طبعا بيري اللانش بوكس بتاعها البينك، بس ده لانش بوكس ده قديم بس ده كبير. فبصراحة انا النهارده هديهم فاكهة وهديهم حاجات زي كده، فالبينك ده مش نافع خالص، مش مكفي بصراحة. لا، اللانش بوكسات اللي هي الدورين دي بتبقى حلوة قوي، بتاخد كمية اكبر. خصوصا ان احنا داخلين على شتا زي ما قلت لكم، وطبعا العيال بيجوعوا اكتر في الشتاء. وخصوصا كمان ان هم هيغيروا مواعيد المدرسه عند بيري وحمزه. وبيري هتطلع متاخر كمان عن كده يعني، بيري بتطلع 11 ونص، لا تقريبا هيطلعوا واحده ونص. فطبعا هيعوزوا يعني السندوتشات زياده، فمش هينفع البين كده. فرجعت لها القديم ده، غسلته بصراحه غسله حلوه جدا. وبصوا زي ما انتم شايفينه كده فل بصراحه، ما فيهوش اي حاجه. بس ده بياخد كميه اكتر. هنا كنت بوريها السندوتشات بقول لها كده كفايه، راحت قالت لي اه يا ماما كفايه، فحطيت لها نص كده. وانا اكلت بقى النص ده، كنت احط لها الرغيف كله، هي ما رضيتش يعني. بس كده حطيت لها السندوتشات بتاعتها، حطيت السندوتشات كمان لحموزي. وبعد كده بقى احط لهم الفاكهه بصراحه يعني. هما كانوا عايزين فاكهه، يا ماما يا ماما احنا عايزين فاكهه، بير عايزه فاكهه في اللانش بوكس.
فمحمد بقى جاب لهم فاكهه وكده، فقلت خلاص هظبطكم بقى ايه، لانش بوكس احط لكم فاكهه. جبنا لهم تفاح وجبنا عنب وجبنا بقى شويه بلح احمر، يا ربي يا ربي على الجمال. بس انا منقياه بالواحده، منقياه بلحه بلحه والله العظيم تحفه، كله ولا بلحه طلعت وحشه. ف قلنا بقى نحط لهم فاكهه النهارده، حطيت بقى كده لكل واحد عنب وتفاح وايه تاني وايه تاني اللي هو المقرمشات دي، كنا برضو جايبين لهم برضو المقرمشات دي حطينا لهم كده. يعني بصراحه حبيت ان انا ادلعهم. الفاكهه طبعا ما بياخدوهاش طبعا كل يوم، لا هي لو تبقى موجوده الفاكهه بنحطها، مش موجوده خلاص يعني. الفاكهه دلوقتي طبعا بقت اسعارها يعني ايه جميله جدا، يعني ما استطاع عليه سبيلا يعني. فالمهم جبنا بقى كده شويه فاكهه كده، قلنا خلاص ايه نظبطهم وندلعهم في اللانش بوكس، خصوصا ان المدرسين عندهم على طول يعني بيتكلموا يا جماعه لازم تجيبوا فاكهه مع بصوا العيال. بقى خلصت لهم كده اللانش بوكس يعني. قولوا لي بقى، قولوا لي كده اللانش بوكس الكامل المتكامل ده ناقص ايه؟ انا عارفه هو ناقص ايه. بس انا هديهولهم بكره. ناقص عصير، ناقص عصير. المفروض انا كنت ركبت ده الاول قبل ما حطيت في الحاجه، عشان ايه. الحمد لله ركب سهل. بس ايه نتأكد كده ان الحاجة قفلت. اه بصوا، هو ايه ما قفلش ليه بري؟ ايه اللي منعه بقى ان يقفل بقى؟ ايه اللي منعه؟ قفل الحمد لله اهو قفل. ده لانش بوكس بتاع بري، وده لانش بوكس حموزي. بصوا ايه رأيكم؟ والله العظيم لانش بوكس النهارده 10/10، كامل متكامل. يا زنين مش عايز يقفل بتاع حمزة. ايه اشيل من العنب؟ ما عشان انا لو ضغطت كده العنب هيتفعص. طب اعمل ايه؟ طب نشيل دي. لا نسيت، حموزي كان عايز وحدتين بلح. عايزه يا بري؟ وادي بري كمان. جيبها لي حلو. هجيبهم انا اقول لكم. بصوا بصوا، عايزه اقول لكم والله العظيم بلح منقياه على الفرازه. ادي واحده كده، مش عارفه هيقفل ولا لا لانش بوكس حمزه. اهو قفل ان شاء الله. حطي بقى واحده ايه. وادي بري كمان، اتنين اهو. لا واحده بس. واحده بس. ماشي. ادي بري واحده بس مع العنب. تاخروا كده، خدوا اختكم جنبكم بس كده. كنت هعمل لهم بقى كمان عصير جوافه، بس قلت ده كده دلع وهنا، ده كده دلع. خلي الجوافه بكره بقى ان شاء الله، هبقى اعمل لهم عصير الجوافه. وكفايه اللانش بوكس المتين ده النهارده. يلا بقى بينا نودي المدرسه. خلاص بقى كده راحوا المدرسه الحمد لله، وهنا كمان كانوا رجعوا كمان، وانا كمان نمت لي شويه، وبعد كده قمت ايه قلنا نحضر الغدا مع بعض. دلوقتي يعني بقيت اعمل اكل بدري علشان خاطر يعني هم ياكلوا برضو قبل ما يناموا كده، واوقات كتير برضو بيناموا والله وما ياكلوش، ولما يجي تاني يوم من المدرسه يفطروا بيه. يعني يفطرهم خلاص هم بياكلوا السندوتشات في المدرسه، ولو الاكل بقى اللي ما اكلوش بالليل بقى اسخن لهم بقى ايه يعني ياكلوه ايه لما يجوا يعني من المدرسه وكده. فالمهم هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل النهارده بقى شويه بفتيك كده حلوين قوي، وشويه مكرونه. بس هنعمل بفتيك ومكرونه. طلعت كده اللحمه بتاعتي تفك، بس ايه ما كانتش فكت قوي يعني لسه، فقلت خلاص خليها براحتها عقبال ايه ما اعمل التتبيله. يعني فكت نصها والنص التاني كان لسه ما فكش يعني. فقلت خلاص عقبال ما نعمل التتبيله بتاعه البفتيك تكون هي فكت، خصوصا ان انا هنا هستخدم ميه البصل. تتبيل البفتيك ميه البصل، لانك لو عملتي البصلايه كامله وتبلتي البصلايه كامله قشر البصل اللي هو مش قشر البصل، اللي هو التفل بتاع البصل ده هيفرق القشره بتاعه البفتيك عن اللحمه ذات نفسها. فهنا تتبيله البفتيك طبعا احسن له ميه البصل. المهم انا هنا جبت بصلايه وقشرتها ونضفتها وغسلتها، وبعد كده قطعتها وضربتها في الكبه، وحطيت عليها شويه ميه، وعليهم معلقه ملح. شويه الميه دول هيخلوا لك البصله الميه فيها كتير، والملح طبعا برضو هيخلي البصله تنزل الميه بتاعتها. وبرضو الميه ايه هتحس ان الميه بتاعت البصله كده زياده، مش هتنزل لك معلقه كده ولا معلقتين. فاهمين قصدي؟ فجربوا تريكايه كده ان انتوا لما تيجي تفرموا البصل عشان تاخدوا الميه بتاعتها حطوا معاها يعني ربع. يعني لو بصلايه مثلا حطوا 3 معالق ميه او 4 معالق ميه، لو بصلتين حطوا ربع كوبايه ميه، وهكذا يعني. فبصراحه هتفرم معاك البصله
انعم، وهتطلع لي كميه ميه اكتر، وطبعا كميه ميه بالبصل حلوه يعني، وتتبل معاكي كويس. المهم طبعا هركنه برده شويه على جنب عشان الملح برده يخلي البصل ينزل الميه بتاعته. بصوا بقى هبدا ان انا كده اعصر التفل بتاع البصل كده في المصفى، وهيتصفى خالص. البصل طبعا ده بقى اللي هيطلع، والتفل طبعا مش هرميه لان هعمل بيه المكرونه. النهارده نعمل مكرونه، فهعمل بيه الصلصه بتاعه المكرونه. رجعته كده، انا سندته كده في الكبة يعني، وخلاص بقى احط المصفى في الحوض. دلوقتي بقى هنجيب هنعمل بقى ميه البصل. بصوا اللي نزلت دي كده، عايزه اقول لكم ان هم حبه حلوين والله، بس انا يعني خفت اميله عشان اوريكم فتقع يعني. المهم حطيت عليهم بقى شويه ملح، حطيت عليهم كده تقريبا نص بقى معلقه صغيره من الملح، لان انا حاطه معلقه. وحطيت بقى عليهم فلفل اسود، وشويه صغيره كده من بهارات، او بهارات اللحمه او بهارات مشكله. وحطيت عليهم يعني رشه كده من الكمون. بس كده، وقلبتهم كلهم مع بعض التوابل مع ميه البصل. بعد كده هنزل عليهم ببضايه، وهقلب كده بقى البضايه كويس. وهحط عليهم تقريبا نص كوبايه من الدقيق، يعني انا هحطها كده بالبركه على قد ما القوام بتاعي يعني يلم معايا. حطيت بقى الدقيق، بس بعد كده هزود عليهم تقريبا معلقتين 3 بس كده من الميه، عشان الخلطه تبقى كتير بتاعه التتبيله دي اللي انا هحط فيها البفتيك. تمام. عايزه اقول لكم كان طعمه حلو قوي قوي والله العظيم، طعمه جميل جدا. المهم بصوا هنا زودت كده تقريبا معلقتين ميه، عشان انا عايزه الخلطه حبه حلوين على قد حبه البفتيك اللي انا هعملهم. تقريبا انا عملت الطبق ده تقريبا نص كيلو يعني، 500 جرام حاجه زي كده يعني. المهم بصوا بقى كده خلاص خلصت الخلطه بتاعتي بتاعت البفتيك. لان بصوا البفتيك لما هتتبليه مثلا، وتحطيه في بيض ودقيق وبقسماط، وترجعي تحطي مش عارفه في كل ده بيلم طبقات كتيره، وكل ده بيخلي القشره بتاعت البفتيك بتاعتك تفصل. انما بصوا هو كده خلاص، هي خلطه واحده الخلطه دي كده. ونخلي القوام بتاعها كده بصوا خفيف كده، مثلا زي القوام بتاع الكيكه مثلا، يعني ما يكونش تقيل قوي وما يكونش خفيف قوي. اللي هو ما يكونش تقيل قوي، فالشريحه عندك هتشيل كميه كتيره من الخليط، وما يكونش خفيف قوي ان الشريحه بتاعتك ما تشيلش اي حاجه. فاهمين قصدي؟ فبتبقى الخليط كده او القوام كده بيبقى متوسط يعني. واحط بقى عليه طبقات البفتيك كده. انا كان ممكن يعني كان المفروض احطه في حاجه اوسع من كده، عشان وارش عليهم الخلطه، بس انا خلاص يعني حبيت احطهم فوق بعض كده، واخد من اللي تحت على فوق، يعني مشيت حيلي يعني. وبس خلاص كده اتبل بقى البفتيك بتاعي، وهسيبه بقى في الخلطه كده شويه. طبعا هنا عندي على البوتاجاز، انا عندي بسلق المكرونه، عشان طبعا هنعمل زي ما قلت لكم المكرونه وبفتيك. بسلق المكرونه. وعايزه اقول لكم ماليش حظ مع البطاطس، كنت عامله بطاطس محمره، بس بصراحه البطاطس محلوينه وحشه جدا، وجبتها من مكانين من عندنا من هنا، والاثنين محلوينين مش عاجبني خالص. فقلت لا مش هحمر معاها بطاطس يعني، لان البطاطس مش عاجباني. المهم دلوقتي هعمل طبعا الكبه بقى زي ما هي كده مكان البصل، هضرب فيها الطماطم. طيب انا من ساعه ما الخلاط عندي باظ، وانا لسه الحمد لله ما عملتش الشفشق برضو، مش عارفه يعني، كل مره اقول ماشي هعمله وما عملناهوش. المهم بعمل بدي الطماطم دي نص سلقه على البوتاجاز، وبعد كده اقوم ضربها بالهاند بلندر، واقوم حاطه بقى البصل والثوم بتوعي اللي انا عشان يدوا طعم للصلصه يعني. بس النهارده عكست. النهارده عملت بما ان الكبه بتاعتي لقيتها كده كده فيها يعني بصل وكده، فقلت خلاص انا هديهم لفتين في الكبه، هتشوف انا هعمل هي نفس النتيجه بصراحه. اديتهم لفتين كده في الكبه. طبعا لما هقطع الطماطم في الكبه هتبقى الطماطم مش معصوره، هتبقى الطماطم متقطعه قطع. وطبعا صلصه المكرونه بتبقى عايزه ال الطماطم كده، او الصلصه بتاعتك بيور كده. فالمهم ضربتها كده بصوا، وزودتها برده شويه ميه. تمام. او بصوا شايفين متقطعه قطع ازاي. انا بقى هنا هعمل هاخد الكبه هنا دلوقتي، وعندي كنت بحمر البصل اللي انتوا وريتهولكوا، وحطيت عليه معلقه توم، حمرته كده في زيت يعني وسمنه، اللي هو عشان اعمل اللي هي يعني الصلصه يعني. وبعد كده هنزل عليها بالطماطم اللي انا ضربتها. تمام. هي الطماطم دلوقتي مضروبه مش معصوره ولا اي حاجه. بعد بقى ما تتسبك هقوم ماسكاها بالهاند بلندر وعصرينها، وهنعمل احلى صلصه طماطم. وهتشوفوا كمان المكرونه في الاخر الصلصه هتبقى عامله عليها ازاي. بس كده فهمتوني يعني. هشيل بقى الحاجه بقى كده من على الرخامه، ونروح بقى للفقرة الجميلة، فقرة الراحة النفسية، اللي أنا بجد 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 والله العظيم ما اخبيش عليكم، ما بقتش أعرف أعمل فقرة الراحة النفسية دي. أنا المواعين اللي أنا هغسلها دي دلوقتي كده وتشوف منظر الحوض، بصراحة أنا بقتش أعرف أوصل للنتيجة دي. في المدارس لا، صعبة صعبة والله العظيم. يعني أنا بصي غسلت المواعين معاكم دلوقتي، أنا دلوقتي سايبة سايبة الصلصة بتتسبك والبفتيك في التتبيلة خلاص كده، وقلت أروح أغسل شوية المواعين دول. عايزه اقول لكم كان الاول كان ممكن ابدا في الاكل
ومثلا وعندي مواعين في الحوض مثلا، بس المواعين اللي في الحوض كانت ايه، كانت ممكن مثلا يبقى ايه 4 معالق مثلا، طبقين 3، كوبايتين، اللي هو من كل نوع كده حاجتين 3 في الحوض وخلاص، اعمل الاكل واعلق عليه واقعد اغسل المواعين كده. بس دلوقتي لا، دلوقتي لا، بقت المواعين كتيره في الحوض، ما مش بعرف اعمل اكل الا بقى اما اغسل المواعين. بس انا النهارده لا، بدات في الاكل الاول عشان خاطر انا هتبل وهسيبه متبل مركون على جنب، والصلصه على مع نفسها، واروح بقى اغسل المواعين. بس اوقات تاني لو عايزه اعمل اكل لا، انا عايزه حلل، انا عايزه معالق. طبعا الحوض بقى يبقى فيه بقى 20 30 معلقه، خدي بقى كبير وصغير وشوك كبيره وشوك صغيره، 5 6 7 كوبايات، 3 4 15 طبق، والله العظيم حلتين. فبجد لا بقى صعب قوي قوي. يعني انا بعد ما خلصت كده المواعين خلاص كنا وعملنا، طبعا اتعملت مواعين تاني. طيب في هوم ورك عايز يتعمل، في هوم ورك مع بيري، في هوم ورك مع حمزه، في طبعا مدارس الصبح، في حاجات جدول عايز يتعمل، في حاجات كتيره. والله العظيم بتحس انا اللي في المدرسه، والله انا اللي في المدرسه مش هما. فخلاص لا، طب يعني ما اخلي المواعين بقى، هم رايحين مدرسه يعني هم عايزين الحاجات دي ضروري لبكره، خلي المواعين. فبجد ان الحوض كده يفضل فاضي لا، انا بقيتش صراحه اشوفها كتير بسبب المدارس والدروس والمذاكره وحاجات كتيره والله. فقلت لا خلاص بقى ايه، مش هينفع طبعا، هسيبها بقى المواعين كده، لان هتطلع مواعين تاني بتاعه الاكل. فالمواعين بتاعه الاكل دي بقى هسيبها بقى، دي بصراحه بسيبها لتاني يوم. انما المواعين بقى بتاعه دي بقى مواعين بقى ايه، الصبح الفطار. مواعين مثلا كانت من امبارح وكده يعني، فقلت اغسلها. عايزه اقول لكم برضو حاجه تاني على الميه اللي في الحوض دي. الميه دي انا عندي الحوض بتاعي فيه صفايتين، الصفايه بتاعه الحوض وفي صفايه تانية ضيقه انا جايباها. الصفايه بتاعه الحوض دي لو انا اعتمدت عليها هي بس، هي هتنزل لي الاكل والشرب كله، هتنزله لي في الصرف بتاعي. انما انا جايبه صفايه تانية، والصفايه اللي انا جايباها ضيقه جدا، يعني واحده ضيقه جدا والتانية واسعه شويه. الضيقه جدا دي الشاي، التفل بتاع الشاي بيسدوها، لازم افضيها عشان تبدأ تعمل تاني. بصوا المية عاملة ازاي. انا طلعت الصفاية اللي هي الضيقة، وبصوا نزلت المية. طبعا الصفاية اللي تحت واسعة، بعد كده بقى طبعا الصفاية اللي تحت كده برضو لسه فيها بواقي اكل وحاجات زي كده، فهشيلها. فانا بصراحة حاطة الصفايتين عشان الصرف بتاعي ما يتسدش، يعني ان انا عاملة على الصرف ان هو ايه ما يتسدش. ف كمان الرخامة لسه ما عملتش السيف بتاعها، ادعوا لي ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونجيب سباك، لان انا محتاجة سباك كده في كذا حاجة. فبالمرة عايزين ايه نلزق بقى اللي هي البتاعة بتاعت الرخامة دي. بس كده بصوا بقى خلصت المواعين فعلا فعلا. من احلى الشعور اللي انت تخلصي المواعين دي تخشي مطبخك كده ويكون الحوض بالذات فاضي. والله العظيم انا لو عندي رخامة مكركبة وعليها مثلا حاجات وعندي الحوض فاضي، انا كده المطبخ بصوا متروق بجد والله العظيم. انما الرخامه مثلا متروقه والبوتاجاز معلوش حاجه وعندي المواعين في الحوض، لا هو كده المطبخ مكركب والمطبخ متبهدل. فبصراحه يعني ربنا يعيننا والله بجد، ويعين كل واحده على بيتها وعلى عيالها وعلى ظروفنا والله، يعني كل ربنا يعيننا جميعا. فالمهم بصوا انا بقى كده خلصت. عايزه اقول لكم حاجه تاني، عايزه اقول لكم انا الفوطه دي ما بستغناش عنها. الفوطه دي يا جماعه انا بحطها على الرخامه، دي حاجه انا اتعلمتها من حماتي. باحطها بصراحة كده بصوا على الرخامة، وابدأ لما اجي اغسل او ادعك اي حاجة، ادعك على الفوطة واسند على الفوطة، منها الحلة اللي انا بدعكها ما تتجرحش، ومنها الرخامة بتاعتي ما تتجرحش. وما تقعدش تزيق كده ولا تعمل صوت لا. والفوطة بتشرب الصابون وبتشرب المية اللي بتنزل، بصراحة حلو قوي. انا على طول بستخدم فكر الفوطة دي بصراحة من ساعة ما اتجوزت، انا من ساعة ما شفت حماتي بتعملها وانا على طول بعملها، ما بستغناش على الفوطة اللي على الحوض. احط الفوطه تحتيه واسند عليها بقى الطبق، اسند عليها الحله، اسند عليها اي حاجه. بصوا بقى انا كده خلاص بقى كنت خلصت المواعين. بس بصوا بقى هنا بقى كنت عامله شويه ميه غليه، انا بموت فيها، انا بعشقها. الخلطه دي كنت عاملاها معاكم قبل كده، حلوه قوي 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 يا جماعه. بصوا بقى كنت ناعه فيها الحاجات اللي انا مش بعرف اوصل لها بدعك الليفه بتاعتي. يعني ايه بصوا، اولا دي فوطه المطبخ كانت بصراحه متطينه، فبعمل ايه، طبعا انا لو غسلتها في الغساله هي اصلا متبهدله ومش نضيفه. فبعمل ايه، بغليها بصراحه في الخلطه اللي انا عاملاها. بصوا الاول بوريكم الجوانتي، بصوا يا جماعه الجوانتي عامل ازاي، مفيش اي حاجه، بصوا اكنك لسه جايباه. ودي
المغرفه دي او ايوه المغرفه دي من ورا كده فيها الحاسده كده مش بينضف معايا بسهوله. وبرده القشاره دي بصوا هنا فيها تنيات كده وحاجات كده، لو انا عملتها بليفه هي هتقطع الليفه اصلا. فبتبقى فيها بتبقى عامله سواد كده بسيط، فلا هي اول ما تعمل كده خلاص او عامله لها بصراحه. الميه دي بصوا بتطلع قشطه فله من غير مدعك. انا بحطهم وبطلعهم عشان ما حدش يقول لي ايه اتك عليهم شويه وانت بتغسلي اعملي، لا بقول لك بتقطع لي ليفه، يعني المقشره دي بتقطع لي ليفه. وانا موت وسمي المقشره دي ما تبقاش بيضها ابيض ناصع كده قدامي وانا بقشر بصراحه. فبعمل لهم الميه الغاليه دي تحفه. وبالنسبه للفوطه اللي انا قلت لكم عليه اللي انا كنت حاطاها في ميه الغاليه بتطلع نضيفه قشطه. بعد كده اقوم حطاها بقى ايه في الغساله بقى مجمعه بقى كده الحاجات اللي عايزه تتغسل فوط وحاجات بقى زي كده بتاعه المطبخ وكده، واقوم غسلاهم ايه معاها وبتبقى قشطه فله. خلاص بقى كده خلصنا. وبقى المنظر الجميل بقى اللي كلنا بنحبه، المنظر ده مفيش اي حد مفيش اتنين يختلفوا عليه. خلصنا بقى كده ودعكنا الحوض وظبطنا الدنيا وخلصنا مواعيننا وخلصنا حاجتنا. بس يا رب يا رب يا رب يفضل على كده. اكيد طبعا لا لسه هيتحط فيه المواعين بتاعه الاكل اللي احنا بنعمله، بس الحمد لله نص العمى ولا العمى كله. خلصت بقى كده وجبت بقى الفوطه بتاعتي وبدات ان انا ايه انشف الرخامه وامسح كده حوالين الحنفيه والسيراميك والحاجات دي كلها. نروح بقى على الاكل بقى دلوقتي نكمل بقى. خلاص كانت الصلصه بتاعتي اتسبكت. جبت بقى الهاند بلندر بتاعي. وبصوا بقى طبعا هي لسه قطعه برضو، يعني هي ما بقتش بقى بيوريه كده. جبت بقى الهاند بلندر هبدا ان انا ايه اضربها. هوريكم دلوقتي بصوا إيه هميل لكم. بصوا بقى خلاص هتتضرب كده. انا بحب بصراحه صلصه المكرونه تبقى الصلصه متسبكه، مش بحبها انها تبقى ميه كده شويه، يعني فيها ميه كده، لا بحبها انها تبقى ايه متسبكه شويه. فالمهم بصوا خلاص ضربتها كده. وطبعا بما ان القوطه ب 20 جنيه يا حبايبي يا حلوين، هنعمل ايه الحبه دول اللي في الهاند بلندر؟ لا مش هنسيبهم. هنعمل ايه بق ميه كده وهننزل على الهاند بلندر كده وننزل كل القوطه بتاعتنا ب 20 جنيه. هنرميها لا. وحتى بصراحه لو مش ب 20 جنيه لا، انا الحركه دي انا حطيت بقي ميه كده غسلنا الهاند بلندر بتاعنا ونضفناه في الصلصه، هي كده كده اصلا صلصه. وخلاص هرجعها تاني بقى على البوتاجاز. شويه الميه اللي انا حطيتهم دول برضو يعني يتقلوا عقبال ايه ما يعني ايه هنحمر البفتيك مع بعضينا. بس خلاص كده نقلت الصلصه جوه على العين اللي جوه، والعين دي بقى ان انا ايه هعمل فيها البفتيك. خلاص بقى البفتيك قعد في التتبيله شويه حلوين. بعد كده هجيب بقى ايه اخده بقى من التتبيله اللي انا حطيته فيها على بقسماط بس. هطلع بقى بقسماط كده وهحط ايه قطعه اللحمه من التتبيله هحطها في البقسماط. بس طبعا احنا حاطين له البيض وحاطين له الدقيق وحاطين له التوابل وحاطين له كل حاجه، مش فاضل غير البقسماط بس. طلعت بقى الزيت بتاعي انا وحطيته على البوتاجاز. طبعا الزيت مش زيت اللي هو مسحه او كده لا، يعني شويه زيت، ولا زيت بطاطس كتير ولا زيت اللي هو القليل، يعني ايه هي الطاسه بتاعتي دي بتاعت الزيت ما زودتلاش بصراحه، هم حبه الزيت الموجودين فيها. طلعت بقى كده حته البفتيك بتاعتي وحطيتها كده في البقسماط. واهم حاجه بس تكبسي بايدك جامد، يعني اهم حاجه خلي الكفر بتاع البقسماط ده مكبوس عليها جامد. وانتي ايه بتعملي هنا؟ طبعا كنت بحط شويه بقسماط عشان اشوف الزيت سخن ولا لسه، عقبال ما اعمل البفتيك بتاعي. اهو بصوا عقبال بقى بص لما الزيت بقى سخن بقى رحت ايه اطلع بقى البفتيك بتاعي وهنزله في الزيت. شايفين بقى كميه الزيت اللي انا عاملاه؟ بس كده علشان لا القشره تفك منك ولا اي حاجه. بصراحه كان طعمه حلو قوي قوي، والقشره بصراحه ما فكتش كانت جميله جدا. اهو بصوا اهو حطيت بقى البقسماط بتاعي كده. وبعد كده بكبس بايدي جامد حاجه كده واسعه عشان خاطر اعرف ان انا اكبس فيها بايدي قطعه البفتيك بتاعتي او قطعه اللحمه بتاعتي اهي. بصوا حلو قوي قوي جميل جدا كده اهو. حطيت بقى القطعه التانية بتاعتي ونبدا ان احنا بقى ايه هنحمر البفتيك بتاعنا. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هاخد الصلصه بتاعتي واحط عليها المكرونه. عايزه اقول لكم المكرونه الاسباجيتي طلعت فيه نوعين، طلع فيه مكرونه رفيعه وفيه مكرونه تخينه. دي مكرونه تخينه بصراحه بحبهاش لا وحشه جدا. والحمد لله ان هو كان اخر كيس، يعني عملته نصه احنا جايبينها طبعا اللي هي السايبه، والنص التاني لسه موجود بصراحه. فجبت بقى انا اسباجيتي تاني بس جبتها رفيعه. انا عن نفسي بحب الاسباجيتي رفيعه حلوه جدا. التخينه دي ما بحبهاش، بحسها آه، عارفين احس انها عجين كده، هي مش معجنه المكرونه مش معجنه. لان بس ال المكرونيه حجمها تخين، فحابه الصغيرين اكنك واكله كميه كبيره، فبصراحه لا مش بحبها. المهم قلت خلاص اعملهم وخلاص، وبعد كده ايه يخلصوا نعمل بقى ايه الرفيعه بتاعتنا. حضرت ايه بقى هنا على جنبي بقى على ايدي كده الشمال، حضرت طبق وحطيت عليه شبكه. بصوا يا جماعه انا عندي البفتيك عندي البانيه عندي السمك عندي البطاطس، ما بطلعهمش على مناديل ابدا، انا ما بحبهمش خالص.
اولا بصفي حلو في الزيت، ثانيا انا بقى اطلعها على شبكه هي بقى تصفي الزيت براحتها، انما على مناديل ده اختراع فاشل بصراحه. تطلعي الاكل انا بشوف ان هو بيطري الحاجه ويخلي لك، لو انت عامله السمكه مقرمشه ومطلعه تحفه تحطيها على المنديل خلاص هي السمكه بقت طريه. انا بحب ايه السمك اكله يبقى سخن كده ويبقى ايه لسه بقرمشته، فعشان كده ما بحبش اطلع على مناديل. والبطاطس دي عمري ما طلعتها على مناديل خالص، لا 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 خالص، هي من البتاع على الطبق على طول. فهنا بقى حضرت بقى الايه اللي هي الشبكه بتاعه الميكروويف دي بتاعتي، وحطيت تحتها الطبق كده عشان لو هتنقط زيت وتصفي براحتها علشان يفضل ال البفتيك بتاعي كده كريسبي كده وجميل. تمام. ما عندكيش شبكه ممكن تحطي مصفى، اي مصفى عندك يعني مش شرط تحطي تحتها طبق وخلاص برضو الحاجه تفضل معاكي ناشفه ومقرمشه وجميله. انما المناديل لا، انا المناديل عندي بستخدمها استخدامات تانية بجيبها وما استغناش عنها، بس بستخدمها استخدامات تانية. انما كده اطلع عليه الاكل لا بصراحه لا. المهم خلاص انا كده خلصت البيض بتاعي، احط اخر حطه ويبقى كده خلاص الاكل بتاعنا خلص. وده بقى شكل الاكل في النهايه بقى، شايفين بقى الجمال بقى، بصوا شايفين منظر المكرونه تحفه. هي بس عشان تخينه شويه انا مش حباها، بس هي المكرونه تحفه والصلصه جميله والبفتيك بصوا ما شاء الله تحفه. طبعا المخلل اكل وش لازم مخلل. و كنت حاطه العيش في الميكروويف وبس كده. ده كان الاكل بتاعنا النهارده وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اللي عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك، واقول لكم دلوقتي سلام.